معي أحمد بن كفر الشيخ. تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا استاذنا، بس انا مش عاوزك تقطع على الخط لو سمحت. تفضل يا فندم. انا مش عاوزك تقطع على الخط، لان فاهم ازاي؟ انا مع الفريق عبد الفتاح السيسي. تفضل. راجل واقف 30 مليون نزل، يعني 30 مليون واحد نزل. نزل وقال احنا ضد الاخوان. انتوا ليه مع الاخوان؟ يعني انا مش فاهم ليه قناه الجزيره واقفه مع الاخوان قلبا وقالبا. انا فاتح، يعني انتوا مع الاخوان ضد مصر كل شيء. صوغه طول على انقلاب. انا مش فاهم ليه، يعني انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين تخربوا ايه في مصر؟ كفايه اللي انتوا عملتوه، يعني كفايه. خلي الشعب يختار. في صندوق، في دستور، الناس بتستفتي عليه، الناس نازله هيقولوا نعم للدستور، هيقولوا لا للدستور. معنا الفريق عبد الفتاح السيسي رشح نفسه، الناس هتختار، قالت لا جاي بالصندوق، ثوره نزلت. ليه انتم مصممين ده انقلاب؟ طيب انا مش فاهم يعني ليه انتم مصممين عبرت عن وجهة نظرك كاملة يا استاذ احمد، ولا لسه حابب حاجة تقولها؟ لا كده شكرا. طيب يعني فيما يتعلق بمسألة أننا ندعم طيفا دون آخر أو فريقا دون آخر، هذا كلام ليس له أي واقع، ويعني واقع. لا يتعلق ابدا. نحن انا اقول لك، يعني انا بقول لك اهوت اللي بيحصل. احنا لا ندعم فريق على فريق يعني اطلاقا. انا بقول، والدليل انك انت موجود معانا وبتعبر عن رايك كاملا. فيما يتعلق بالانقلاب العسكري، دي مساله طال شرحها واستفضنا فيها كثيرا. ده تعريف اكاديمي، والكثير ممن نزلوا حتى من الشباب الثوريين اعلنوا ان هم يعني اعلنوا لاحقا ان هو انقلاب عسكري بشكل او باخر. فيما يتعلق بالتصويت على الدستور، هو متاح لك ان تعبر عن رايك في اذا كان التصويت بنعم او لا، او تقاطع، هذا رايك. ممكن تسمعني لو سمحت؟ يعني حتى فيما تقوله، يعني من احترام الصندوق. طب الشعب نزل وادى صوته لمرسي وتم الانقلاب على هذا الاستحقاق. والشعب نزل وقال لا مش عاوزين السيسي، مش عاوزين مرسي. طيب في شعب دلوقتي في الشارع برضه بيقول مش عاوزين السيسي، ايه رايك فيه؟ 33 مليون واحد نزل، 33 مليون واحد نزل قال احنا مش عاوزين السيسي، مش عاوزين مرسي، عاوزين السيسي. راجل محترم، راجل واقف معانا، راجل بيعمل للشعب، راجل خايف على البلد. الاخوان يقتلوا في الناس، يدبحوا في الناس. الاخوان اللي قتلوا في الناس يا استاذ احمد ودبحوا فيهم؟ بيقتلوا في الناس. مين اللي عمل مجزرة رابعة والنهضة؟ انا شفت بعيني اخوان بيشتموا في الناس ويقتلوا في الناس، فاهم ازاي؟ ويعوضوا على ناس فلوس. فين ده يا استاذ احمد؟ في مصر. فين في مصر؟ في تسوق كفر الشيخ. فين؟ امتى الكلام ده؟ امتى؟ الايام دي انزل دسوق، ابعتوا حد كاميرا ليكم في دسوق وانتوا تشوفوا. فين تحديدا في دسوق؟ في السوق، في سيد ابراهيم الدسوق، مسجد ابراهيم الدسوق. هناك الناس الاخوان قاعدين يوزعوا فلوس عشان الناس ما تزيدش تأيد الدستور. انا بعيني شايفهم. وهم دول اللي قتلوا؟ قاعدين يهددوا الناس. يعني ما قتلوش؟ قتلوا. بدروا قتلوا. هم ايديهم ملوثه بالدماء. هم ايديهم اصلا ملوثه بالدماء. مرسي والبلتاجي والعريان والناس اللي خربت البلد دي، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد، انت عبرت عن وجهة نظر.